السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين إيه؟ يا رب برضه نكون بخير وفي سعادة وهنا وكل حاجة حلوة أنتم بتحبوها. طبعًا متشكر الفترة اللي فاتت الحمد لله القناة يعني رجعت لمعدلاتها القديمة، إحنا طبعًا نتمنى تطلع أكتر من كده بكتير، لإنه أنا باحب الميديا، باحب أتكلم قدّام كاميرا، باحب أكلم ناس، باحب الناس تتفاعل معايا، باحب يكلموني يردوا عليَّ، ساعات بيبقى في ردود قوية، بس في النهاية هي الميديا، يعني أنت تفتح باب بس مش عارف مين اللي داخل عليك، لكن طبعًا الحمد لله في المُجمل اللي داخلين عليَّ ناس يعني محترمة جدًا وطيبة جدًا ومهذبة جدًا وكده، وكده، وكده. طيب قبل ما أبدأ كالعادة يعني عشان نكمّل القصة، أتمنى لو حد عاجبه الفيديو يعمل اللايك، لإن اللايك مهم أوي، ساعات كتير أوي حتّة إن أنا أقول اعمل اللايك، لإني فعلًا اكتشفت إن أنا الفيديوهات ساعات بتحقق كل حاجة وبتاع، بس لو أنا ما قُلتش اعمل لايك بالاقي اللايكات يعني قليلة أوي، فأتمنى إن الناس يعني تعمل لايك، شكرًا مقدمًا. طيب عايز بس أوجّه عنايتكم لحاجة يعني، أنت بُص أنا هاحاول أبدأ الفيديو من حارة بعيدة شوية، أنا دلوقتي لو أنا واقف قدّام مكنة من اللي هي في الشوارع دي، اللي هي بتبيع الكنز العصاير والحاجات دي، المَكَن اللي هي حتى تلاقيها في المطارات، اللي راح أوروبا كتير المَكَن بقى مسيطر على أماكن كتير جدًا، المكنة دي باختصار شديد أنت بتجيب يورو وبتحط جوّه اليورو وبتطلب اللي أنت عايزه، بتطلب كنز، فانتا، كولا، مش عارف ساندوتش، مش عارف قهوة، تطلب اللي أنت عايزه. آآ رَد فعل الماكينة معاك أنا عايزه تستحضره شوية، الماكنة ما بتسألكش أنت اسمك إيه، ما بتسألكش أنت مين، ما بتسألكش أنت إيه في المجتمع، ما بتسألكش مثلًا أنت أبيض والّا أحمر، ما بتسألكش أنت زملكاوي والّا أهلاوي، ما بتسألكش على أي حاجة. الماكينة هي محايدة، ادّيني حقي، ادّيها اليورو، تدّيك اللي أنت طالبه، ولو ليك باقي بتاخده، ما فيش أي مشكلة. أنت بادئ الحوار ليه كده؟ في ناس كتير في الفيديوهات اللي فاتت كنا بنتكلم دايمًا على الحيادية، أو إنه ما فيش حيادية في مصر للأسف الشديد، أنا باتكلم طبعًا كورة، في أماكن تانية غير الكورة ما فيش حيادية برضه، بس أنا موضوعي كورة، موضوعي لوائح وقوانين وعدل وتحكيم وإدارة كبيرة بتدير المنظومة الكروية في مصر، حتى المنظومة الرياضية، لكن برضه اللي بيخصني النهارده في الموضوع هو المنظومة الكروية في مصر. المنظومة الكروية عبارة عن لوائح وقوانين بتطبق بشكل أعمى على الجميع. هم الزملكاوية كده يا أخي دايمًا عندهم مشكلة مع المؤامرة والمؤامرات وبتاع، لا يا فندم أنا هاقول لحضرتك بس حاجات صغيرة هتبين ليك إحنا فين، وافرح طبعًا بالمسابقات، وافرح بالبطولات، وافرح بالماتشات، وافرح بالقرارات التحكيمية الغريبة، وافرح بقرارات الرابطة، وافرح بقرارات اتحاد المسابقات واللجنة الرياضية واتحاد الكورة وكابتن أحمد شوبير وكابتن إبراهيم فايق، يعني هي عملية منظمة، الرياضة في مصر زيها زي أي حتة في العالم، ليها منظومة إعلامية، في منظومة إدارية بتحكم اللوائح والقوانين متمثلة في اتحاد الكورة، اللجنة الرياضية، رابطة الكورة، اتحاد الكورة، فإعلام واتحاد كورة ورابطة وأفلام غريبة جدًا، 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 وطبعًا فيها متفرجين وفيها إداريين وفيها مدربين وفيها لاعبين أكيد، زي أي حتة في العالم، لكن نرجع تاني للماكينة اللي لمّا حطيت فيها اليورو زي أي واحد ادّتني القهوة ب50 سنت مثلًا وادّتني 50 سنت، ما قالتليش لا أنت أبيض ولا أسود ولا أبيض ولا زمالك ولا أهلي، هي اتعاملت معايا بمنتهى الحيادية على إنها ماكينة، أنا أتمنى من الله إن هم يجيبوا مَكَن في مصر، مَكَن في مصر يحكم منظومة رياضية أنا شايف إنها منظومة رياضية مخرومة، منظومة رياضية غير عادلة، منظومة رياضية مش لإن الزملكاوية يعني ما عندهمش في دماغهم غير المؤامرات وما إلى ذلك، لأ أنا باقول لك المنظومة الكروية في مصر تُدار بشكل غير حيادي، المنظومة الكروية في مصر مش مَكَنة، مش مَكَنة بتحط فيها فلوس بتدّيك، لأ المَكَنة للأسف قبل ما بتدّيك القهوة بتسألك أنت منين وفين وجاي ليه، وبعدين بتبدأ تحدد السعر على حسب الcustomer الزبون. لمّا آجي أشوف في اتحاد كورة أو في رابطة الفِجل اللي عندنا في مصر، فآجي مثلًا ألاقي إنه النادي الأهلي انسحب أمام الزمالك في مباراة بغض النظر عن إنه كان عايز يلعبها بحكام أجانب، الأهلي عايز حكام أجانب،
الأهلي عايز حكام أجانب. ده هبل، يعني ده مجرد السبب ده يخلّيك تضحك يعني. لإن أنا السنة اللي فاتت واللي قبليها واللي قبليها الأهلي ما اعترضش على التحكيم، ما اعترضش إنه ليه out مثلًا، ما اعترضش يعني أنا متخيل مثلًا كابتن صلاح، اسمه إيه، صلاح بتاعهم ده، اسمه إيه، التخين ده، لمّا نزل الملعب عشان يعترض على الحكم في مباراة النادي الأهلي اتحسب له فيها ضربة جزاء في الدقيقة 96 ليس لها أي أساس من الصحة، وطبعًا ضيّعها الكابتن زيزو. مش دي المشكلة، المشكلة إن وليد صلاح الدين نازل عايز يضرب الحكم عشان قال إيه، لأ وقالوها، يعني اجتمعت إدارة الأهلي وقال لك إن الأهلي تعرّض لظلم تحكيمي في هذه المباراة تحديدًا عشان الحكم ما حسبش الوقت بدل الضائع من الضائع، يعني أنت متخيل يعني أنت متخيل إحنا وصلنا لإيه؟ ومع ذلك ماشي طبعًا من حقه، لو من حق النادي الأهلي إن هو كان ياخد دقيقتين وقت ضائع بدل الضائع من الوقت الضائع، ممكن ما عنديش أي مشكلة فيها، لكن نكبّر المواضيع للحد ده في مباراة إحنا كلّنا شُفنا إن أنت ظالم تحكيميًا. نرجع تاني لقرارات الرابطة المصرية في السنة اللي فاتت في قضية إلى الآن منظورة أمام المحاكم الرياضية في لوزان. يعني إحنا خرجنا برّه الكرة المصرية اللي هي أصلًا ضعيفة وكرة ما يعلم بها إلا اللي خلقها، لأ رُحنا بيها برّه للعالم عشان نسأل الناس مين ياخد بطولة الدوري. وبطولة الدوري يا أخوانا فيها حصل أشياء، يعني إن الرابطة تتدخّل وتدّي قرارات ده معقول، بيحصل في العالم كلّه. لكن إن الرابطة بعد مباراة كرة قدم انسحب فيها النادي الأهلي لأن عنده أسباب خاصة بيه إن هو عايز حكام أجانب، فالمشكلة الحقيقة مش هنا، هي المشكلة إن أول ما المباراة دي اتلعبت أو ما اتلعبتش، كان يجب على الرابطة أن تخرج بالقرارات سريعًا، ما خرجتش، وقعدت فترة طويلة جدًا، 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 وفي الآخر قال لك إنه الرابطة نفسها قالت لك إنه سيتم خصم 3 نقاط من الأهلي دلوقتي وخصم 3 نقاط في آخر الموسم. لم يحدث ليه؟ لأن الرابطة نفسها غيّرت كلامها، والنادي الأهلي بشكل غريب راح للجنة الأولمبية، اللجنة الأولمبية أيّدت قرار الرابطة، طبيعي أصله موضوع أصلًا غير ذات صفة اختصاص، أنت رايح لناس غير مختصة، والنادي الأهلي ما كانش يقدر يروح لاتحاد الكورة، لأن اتحاد الكورة هو اللي عيّن الحكام، وهو اللي حدد ميعاد المباراة أصلًا مع الرابطة المصرية، وقال لنادي الزمالك اتفضل روح الاستاد، وباع تذاكر المباراة، وجمهور الأهلي بنفسه راح هذه المباراة، وإلى أن انتهى الدوري المصري على خير وبطريقة معينة، تم اتخاذ القرارات التي تضمن للنادي الأهلي الفوز بالدوري. يعني إيه؟ يعني قعدوا مستنيين يشوفوا الدوري الأول هيعمل إيه. يعني تخيلوا حضراتكم لو كان مثلًا بيراميدز غلب فاركو، المباراة اللي اتغلب فيها بيراميدز من فاركو، تخيلوا لو كانت المباراة دي انتهت بفوز بيراميدز، عارفين كان إيه اللي هيحصل؟ وأنا واثق كانت الرابطة المصرية طلّعت قرار بإعادة مباراة الأهلي والزمالك، الزمالك ينسحب فالأهلي يروح له الدوري، في كل الأحوال النادي الأهلي كان سيفوز بالدوري. المؤامرات اللي إحنا شايفينها دي النهارده اللي حتى بيراميدز مش الزمالك، سيب الزمالك، يعني بيراميدز لمّا دخل جديد في اللعبة بتاعة إن هو يروح يكسب بطولة اتلعبت عليه، اتاخدت منه بقرارات إدارية، يعني مش الزمالك بس اللي بيقول في مصايب في إدارة الكرة في مصر، قرارات تُدار بألوان معيّنة، قرارات تُدار في أوقات معيّنة. أنا هافهم حضرتك بس حاجة، مباراة دونجا، مباراة دونجا الشهيرة اللي إحنا اتوقف فيها دونجا 4 مباريات، أنا كنت شرحت قبل كده إن كابتن حسين الشحات اتوقف مباراتين. في ظروف أصعب بكتير، مش بس كده، في مباراة للسوبر المصري آآ لم يتم إيقاف كهربا لاعب النادي الأهلي حتى ما بعد المباراة، اضطر نادي الزمالك أن ينسحب من هذه المباراة، لإن اتحاد الكورة أو الرابطة المصرية أو اللجنة الأولمبية لم يتخذ قرار بإيقاف كهربا، وتم إيقاف كهربا بعديها بسنة. كل ده بيدعوك للتفكير. لمّا تبدأ يقول لك مباراة حسن شحاتة، ما هي مباراة حسن شحاتة كانت في البدايات، هي معارك ومؤامرات مستقرة، فاهم؟ أنت بتدار أمور كرة القدم في غير ملاعب كرة القدم، وبالتالي النهارده لمّا تيجي تقول لي النادي الأهلي بيديروا الكرة إزاي؟ بالمكائد والكيد ناخد منهم اللعيبة المهمة.
أنت متخيل مثلًا إن أنت لعيب عندك زي محمد السيد عنده 10 سنين لسه، النادي الأهلي بيجري وراه ويبوّظ دماغه، لعيب زي حسام عبد المجيد يجري وراه ويبوّظ دماغه، لعيب الزمالك رايح يجيبه من الإسماعيلي الساعي، الأهلي يروح يدفع 50.000.000 جنيه، أنت متخيل الراجل اللي اسمه الخطيب يملك خزائن الأرض، 50.000.000 جنيه يطلّعها للإسماعيلي وياخد الواد يحطه مرّه في سيراميكا ومرّه في المصري، المهم إن هو ما يروحش للزمالك، لمّا نجيب القندوسي الزمالك رايح الجزاير ساب مصر وراح الجزاير، القندوسي النادي الأهلي راح حط فيه 975.000 دولار فقط عشان الزمالك ما ياخدوش وياخد القندوسي لاعبه في سيراميكا كليوباترا. النهارده حامد حمدان الدنيا في الأهلي مقلوبة عليه إن الزمالك عايز لعيب زي حامد حمدان، لعيب عادي جدًا مش لعيب عالمي، لو النادي الأهلي اضطر إن هو يحط 70 والّا 80 مليون جنيه هيحطهم وفي الآخر هيدّيه لسيراميكا. هل دي كورة؟ هل دي الماكينة اللي إحنا بنحط فيها يورو ونقول لها ادّينا قهوة فتدّينا ترجّع لنا ال50 سنت؟ يا إخوانا إحنا عايزين نلعب كورة، الكورة بتتعمل جوّه الملعب. لجماهير، النادي الأهلي يدمّر الكورة في مصر، هارجع بس أقول حاجة، النادي الأهلي هو الذي يشرّف مصر والذي الذي يجب أن يشرّف مصر هو منتخب مصر يا جهابذة مصر، منتخب المغرب ولا شك يشرّف الكرة المغربية، مش هيحصل حاجة لمّا فريق الوداد ما ياخدش بطولة أفريقيا، لكن لمّا منتخب المغرب يحتل المركز التاني ويحتل المركز الأول في بطولة كأس العالم للشباب ويغلب ما يعرفش مين، والمنتخب المغربي الأول يحتل المركز الرابع في كأس العالم. يا اخوانا احنا بنتكلم على ثورة في كرة القدم. كابتن محمود الخطيب انت بتكسب بطولة افريقيا لان فرق افريقيا أندية افريقيا بتطلع لعيبتها بره، انت عايز لسه محمد عبد المنعم يرجع وده يرجع وده يرجع، عايز تجيب مصطفى محمد. يا اخوانا انتوا بتدمروا الكرة في مصر. اصل انت زملكاوي ما بتفهمش حاجه، لا انا في النهايه بحب الكوره في مصر، انا نفسي اشوف منتخب مصر، منتخب مصر لما هيروح افريقيا انا مش شمتان بس هتشوفوا لان منتخب مصر قوامه هو لاعبي النادي الاهلي، ولاعبي النادي الاهلي ليست لاعبين دوليين على مستوى محترم، ولو عايزين تثبتوا كده شوفوا مبارياتهم في كاس العالم للانديه كانت عامله ازاي. ففي النهايه سيبوا الكوره لاصحابها، سيبوا المكن يشتغل اوتوماتيك، ما تخلوش الناس تزهق، لانه في النهايه لو دمرتوا الزمالك ودمرتوا بيراميدز كل ده عشان عيون النادي الاهلي، في النهايه حتى المسؤولين عن الرابطه اللي النادي الاهلي كان بيصارع الفساد في الرابطه، بعدها باسبوعين لما النادي الاهلي تم خصم 3 نقط ليه بس، راح محمود الخطيب بنفسه عشان يعيد انتخابات كده ايه اونطه رجع فيها الاسماعيلي للدوري، ولا الاسماعيلي مش هينزل، وفي النهايه كل ده ليه؟ عشان يخلي الرابطه تفضل زي ما هي قاعده على قلبنا وقلب بيراميدز، والسنه دي نفس الشيء. وعلى فكره قصه البنا الحكم، البنا هو حكم ملاكي، لو انت كاهلاوي عندك بربع جنيه ضمير ارجع شوف اخر مباريات للبنا، بنا بيحكم ماتش للاهلي وتوقف شهرين، يحكم ماتش للاهلي ويتوقف شهرين، يحكم ماتش للاهلي ويتوقف شهرين، وكل ده لان قراراته لا ترقى الى 1% من الضمير الانساني فقط لا غير. صباح الفل.